الشعب المصري في المرحلة الأخيرة حالة تاريخية لمخاض ثوري جديد من أجل تأسيس الجمهورية المصرية الثالثة ديمقراطيا بكل ما تعني الكلمة من تقنين للحريات العامة وآليات اتخاذ القرار ديمقراطيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حركة الدفاع عن الجمهورية كإطار عام يشمل كل المهام والقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يناضل الشعب المصري للدفاع عنها تحت مسميات تم تداولها في المرحلة الأولى للثورة، مثل الدولة المدنية وحقوق المواطنة وعيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. حركة الدفاع عن الجمهورية تتبنى مهمة صياغة مشروع للتغيير الثوري وبرامجه التفصيلية بمشاركة كل المعنيين والمتخصصين، انطلاقا من مفهوم أن التحرير فكرة. حركة الدفاع عن الجمهورية ستناضل من أجل استكمال مسيرة الثورة المصرية في موجاتها اللاحقة، انطلاقا من وعيها المخلص بأن الانفجار الشعبي في يناير 2011 كان في حقيقته تعبيرا عن حالة نادرة للإجماع الشعبي على التخلص من النظام القديم، وإن افتقد من البداية، وهذا ليس عيبا في هذه الثورة، وإنما لافتقاد مشروع التغيير وعدم امتلاك أداة شعبية أو تنظيمية على أي مستوى لقيادة الانفجار الشعبي الذي فاق كل الحدود والتوقعات، بما سمح بسرقة هذه الثورة من أعداء التغيير الثوري ذاتهم. هذه حركة لا تؤمن بوحدانية الفكر ولا بوحدانية الحزب الواحد ولا بوحدانية الحكم ولا بالاستئثار بالسلطة دون الناس جميعا وإقصاء الناس جميعا. أولا تعددية سياسية، ثانيا تداول السلطة. بغير تداول السلطة لا توجد ديمقراطية ولا يوجد نظام جمهوري. والذين يحكمون الآن يسدون النوافذ أمام كل باب لتداول السلطة.